عسلامة البنات، وينكم؟ شنو احوالكم؟ لاباس ان شاء الله؟ عامكم اخضر. علاش قلت لكم الكلمه دي؟ احنا في التراث نتاعنا نقولوا ان شاء الله يكون عامك اخضر. شو معناه ان شاء الله يكون عامك اخضر؟ معناه ان شاء الله بكله خصب وبكله خير وبركه ورزق وفير، كما نقولوا يعطيك الخير بكله. يكون عام اخضر معناه مليء بالافراح والمسرات. اي سيدي، خدينا الملوخيه، حطيت اكثر من نص ايترا بشويه زيت زيتونه، وانا باش نطيب كميه كبيره، حكيت 14 مغرفه ولا 15 مغرفه ملوخيه، على خاطر نقعد ما نطيبهاش، وكان نطيب الحقيقه ما نطيبش كميه قليله، نطيب كميه كبيره. وكما تعرفوا الملوخيه كل ما تبات كل ما الطعم متاعها يزيد يحلى واحلى. هكا حطيت في الماء البارد، مش في الماء البارد، حطيت في الزيت البارد الملوخيه، حركتها وبالطبيعه صبيت عليها الماء السخون وخليتها تكن. معناها ايش معناها عباره تكن؟ معناها خليتها على نار هاديه لمده 3 سوايع وهي هكاكا تغلي معناها بالمرتاح على نار ياسر هاديه. بعد خديت اللحم فوحته، واللحم والكرش الزوز مخلطين، فوحته بالتابل، شويه فلفل احمر وشويه ملح وشويه هريسه عربي وتابل قلت لكم وثوم وشويه ثوم، وحطيت الرند وخليته يشرب كاللفاح متاعه. بعد 3 سوايع سقطت اللحم والكرش بعد 3 سوايع. نشوفوا مع بعضنا البنات. هكا وخليتها على نار هاديه، قلت لكم نقصت الغاز وخليتها على نار هاديه، وقلت لهنا مادام هي الملوخيه قاعده تطيب، انا كل وقت ذاك مازلت ما شربتش قهوتي، مديت الزجوه وطيبت معاكم قهوه عربي، ما نحب معاها حتى شيء، لا بسكوي لا تمر لا حتى شيء، نشربها قلت لكم الكيكه وحدها ما معها حتى شيء. حتى ساعات كنحط مثل شويه كيك ولا شويه تمر ولا اي حاجه معها راني ما ناكلهاش، معناها نحب القهوه نشربها الكيكه وحدها. هكا حطيت القهوه تطيب في الززوه وخليت الماء يغلي. عاد القهوه ممكن كلكم تعرفوا تطيبوها، مش انا مش نوريكم كيفاش تطيبوا قهوه. انا واحده من الناس نحط الماء يغلي ومن بعد نحط البن ونشربها بلا سكر هكا. وحطيتها في الكيس نتاعي خاطر انا ما نشربش في فنجان صغير، فنجان صغير ما عنده ما يعمل لي، نشرب كان في كما تقولوا انتم حلاب وبر هكا.
معناها اللي حبيت نقوله لكم نشرب كمية كبيرة من القهوة، ما نكتفيش معناها بفنجان كهو. طيبت قهيوتي وحطيتها في الكيس وباش نطلعكم معايا يعني باش نوريكم المسلسل اللي باش نتفرج عليه. ولهنا حبيت نقول لكم انا كل ما يقرب رمضان ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله بالصحة والعافية. حبيت نقول لكم اللي انا كل ما يقرب رمضان باش راسي نهار اللول ما يوجعنيش تاع نطيح مونك نتاع القهوة. اش نعمل؟ مثال غدوة 3 والأربعاء 2 و3 والأربعاء، نهار الخميس كان عشنا يصبح رمضان 2 و3 والأربعاء ما نطيبش فيهم قهوة. معناها راسي كان باش يوجعني في 2 ولا يوجعني في 3 ولا يوجعني في النهار الأربعاء. ما يجي نهار الخميس إلا ما عادش راسي لا يوجعني لحد شيء نكون استانست. هذاك علاش أنا توا القهوة ما عادش باش نطيبها، معناها باش نولي نشرب تاي أخضر في بقعتها ولا تاي أحمر باش راسي نهار اللول ما يوجعنيش. أنا كيما قاعدين نشوفوا سيل هنا طيبت قهيوتي باش نودعها معناها في النهار ونقعد نشربها، معناها نجم نشربها في وقت الأذان معناها كي أذن ولا معناها في السحور نولي نعوض كل الايامات هذوكم. اما في النهار باش راسي ما يوجعنيش انا كما قلت لكم نولي ما عادش نطيبها في الايامات هذوما هكا. ولا انا باش نهزكم معايا باش نوريكم المسلسل اللي انا قاعده نتبع فيه ونشرب قهيوتي على راحتي ونطندون الملوخيه متاعي التيب كما تعرفوا تحب لها برشا وقت. الحقيقه داري منظمه ما عندي ما نعمل، اموري راكحه، ركحتها نهار الأحد غير بركه ما صورتش وركحتها نهار السبت والايامات هذوما لكم ما ركحت غير بركه بقلت باش نقعد نصور هكا هاو. وتوا باش نطلعوا مع بعضنا ونشوفوا المسلسل باش نوريكم المسلسل اللي انا قاعده نتبع فيه ونشرب معاكم قهيوتي. ولهنا بعد 3 سوايع حطيت اللحم مع الملوخيه وزدت نقصت الغاز اكثر ما يمكن وخليتها على راحتها هكا هاو. شوفوا مع بعضنا البنات. وهنا حبيت نقول المستمعين وأنا حبيت نقول للزبونين الكل جدد والقدم إن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وإن شاء الله نصيموه وإن شاء الله نقرأوا فيه قرآن وإن شاء الله نصليوا فيه وإن شاء الله ربي يتقبل منا وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. هكا هو غطيتها نص غطاء معناها مش كلها باش ما تفورليش ونقصت في الغاز وخليتها تطيب على مهلها وطلعت بكم الفوق انا والقهوة ووريتكم علاش قاعدة نتفرج على المسلسل هذا أنا قاعدين تشوفوا فيه
حطيت قهيوتي وقعدت وتصدرت نتفرج. قلت علاش لا نتوما ما نوريكمش المسلسل اللي قاعدة نتفرج عليه، بالك زاد نتوما تتفرجوا على نفس المسلسل اللي أنا نتفرج عليه. شربت قهيوتي على مهلي، على راحتي ترانكيل رايضة، وكل شوية نمشي نتفقد الملوخية هكا. هو لهنا هاني القهوة سيي بريسك سيي شربتها، صحة وبالشفاء ليا وليكم وللناس اللي قاعدين يشربوا الكل هكا. هو عاد باش نفتقدوها عاد القهوة كما قلت لكم في النهار. ما نعرفش نتوما تشربوا كيف قهوة ولا. على كل حال شربت قهيوتي وقعدت نتفرج على المسلسل. ما عندي ما نعمل، قلت لكم الدنيا الكل راكحة، أمورها واضحة، الغبرة ممسوحة، الدار ممسوحة، الشبابك نظاف، ما عندي ما نعمل حتى شيء. قلت خليني نرتاح حسن نحس بروحي فاشلة. كهو شربت كل قهيوة ذيك باش ننشط بها روحي، ووريتكم المسلسل اللي نتفرج عليه. كهو إن شاء الله عامكم أخضر وعرقوبه أخضر، وبكل خير وفرحة وبكل سعادة. كهو إن شاء الله رمضانكم مبروك. قلت لكم ما عنده ما مازال هكا. وهو بيدو تو يجي رمضان ويخرج إن شاء الله الصحة وبرا الأيامات الكل تجري فر 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 سبحان الله. قلت لهم الكرة الأرضية ما عادش تدور 360 درجة في العام ولا 365 درجة سنة كبيسة، والله تقول تدور 400 500. تغيرت تغير الدوران الأرض تغير. وهنا سيئة فاتت 4 سوايع بريسك، توا عندي 5 سوايع من اللي الملوخية قاعدة على الغاز. مشيت فقدت اللحم نقاه سيء تخرس الكرش كيف كيف. قرت زيتها وكهو لهنا بريسك طابت. زيتها قررته كما قلت لكم باش نحط في الصحن وصحة وبالشفاء، ونعاود ونقول إن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله في خير وصحة وسعادة، وإن شاء الله نقوموه، وإن شاء الله نتسحروا، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، كل عام وانتم زادة في خير وصحة وفرحة، وما يدوم حال. وعدك بيتا ونقولوا إن شاء الله عيدكم مبروك وما يدوم حال هكا. هو ولهنا مديت الصحن وباش نحط الفطور وسيي. لهنا بريسك الملوخية حاضرة كما قلت لكم، وقرت زيتها وسيي. إن شاء الله كل عام وانتم في صحة وخير وسعادة. بربي البنات ما تنسوش باش تعملوا جيم وتعملوا أبوني باش الفيديو يتشاف أكثر ما يمكن. ولهنا أنا ما حبيتش نغيب عليكم، هانو هبطت لكم الفيديو هذا رغم اللي أنا شاركت معاكم برشا مرات الملوخية باش ما نغيبش. هاني هبطت الفيديو هذا، حبيت نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير.